الحصه اللي فاتت اتكلمنا عن الدرس بتاعنا، اخدنا نصه وقلنا ان احنا كان عندنا عصر البناء والتشييد اللي هو عصر عتيق لما اتكلمنا عن الملك مينا، وبعد كده اتكلمنا عن عصر الدوله مين؟ القديمه. قلنا ان العصر الدوله القديمه يا محترم كان موجود عندي 8 ملوك. عايزين بقى نركز مع بعض عشان خاطر نعرف مين هم ال8 ملوك دول. قلنا نحفظهم. هنبدا كده. قال لك عندي اسمه عصر الدوله القديمه. عصر الدوله القديمه ده بيبدا من الاسره الكام وبينتهي في الاسره الكام؟ قال لك دول بيبدا من الاسره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. يعني معنى كده ان هو قعد كام اسره معانا؟ 4 اسرات. في الاربع اسرات دول هنذكر مع بعض 8 ملوك، وهم الصعبين تماما. في الملك كذا والملك كذا والملك كذا، هنذكرهم مع بعض. ولكن قبل ما نذكر اي حاجه عايز اسال سؤال مهم. هو عصر الدوله القديمه ده كان له اسم تاني؟ قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عصر بناء الاهرامات او عصر بناء الاهرام. ليه عصر بناء الاهرامات؟ قال لك لان الملوك في الوقت ده شيدوا مين؟ اهرامات ضخمه جدا. هنبدا بكل اسره وكل ملك. عندي بقى كام ملك؟ نركز مع بعض. قال لك اول ملك عندي اسمه ملك زوسر. الملك زوسر ده هو مؤسس الاسره الثالثه. يعني ايه مؤسس؟ يعني هو اللي عمل الاسره الثالثه. الراجل ده فاكرين له حاجه مهمه عاملها. عملت ايه يا زوسر؟ قال لك ان هو مش عايز يدفن في مصطبه واحده. مش احنا كنا عارفين ان احنا كان عندنا مصطبه ثم اصبحت 6 مصاطب ثم اصبحت هرم كامل؟ قال لك انا ما ادفنش في اقل من اكتر مصطبه. طب المصاطب زمان كانت بتتبنى مصطبه واحده ولكن كانت بتتبنى من الطوب. الراجل ده قال لك لا، انا مصطبتي ما تتبناش من الطوب اللبن وتتبنى من الحجر. فعشان كده يقول لك اول ما نغير في اسلوب العماره. اسلوب العماره عملت ايه؟ قال لك غير المقبره من مصطبه وقال لك عملها الى 6 مصاطب فوق بعض، اللي هو الهرم الايه؟ المدرج. يا راجل انت عملت كل ده لوحدك؟ قال لك ولكن مين اللي عمل له؟ هو فكر في الكلام. انت عملت كل ده لوحدك يا زوسر؟ قال لك لا. مين اللي عمل له؟ قال لك وزيره هو اللي راح عمل له الهرم المدرج. كان اسمه ايه؟ اسم الوزير امحطب. الوزير اسمه ايه؟ امحطب. يبقى لما اسال سؤال واقول مين اللي شيد الهرم المدرج اللي هو هرم زوسر، هقوم قايل له ايه؟ امحطب. يبقى نقول تاني، مين اللي عمل الهرم المدرج؟ زوسر. طب مين اللي بناه؟ اللي هو كان وزير الملك زوسر. وده بيعد اول حضاره او اول بناء ضخم في التاريخ. اول بناء ضخم في ايه؟ خلص. ما اعملش اكتر من كده، اعمل حاجات تانية بس احنا طبعا بنذكر اهم الاعمال. نروح على اللي بعده. قال لك بعد كده تيجي بقى في الاسره الرابعه. مين اللي جه في الاسره الرابعه؟ قال لك عندي 4 ملوك. اللي بيجي الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، دول كلهم ده ابن ده وده ابن ده وده ابن ده وهكذا وماشيه. مين بقى؟ قال لك اول واحد جه واحد اسمه سنفرو. ده مؤسس الاسره الرابعه. يجي من بعد سنفرو ابنه اسمه ايه؟ خوفو. يجي من بعد خوفو ابنه خفرع. يجي من بعد خفرع منكورع. الملك سنفرو ده مؤسس الاسره الرابعه اللي هي جت بعد الاسره الثالثه. عملت ايه يا سنفرو؟ قال لك الراجل ده من كتر ما هو كان عادل مع الناس راحوا لقبوه بلقب الملك المحسن المحبوب. يبقى لما يجي لك سؤال ويقول لك لقب سنفرو لقبوه بايه؟ اقول له الملك المحسن المحبوب. طب ليه الملك المحسن المحبوب؟ هقول له عشان خاطر كان عادل مع رعيته. يبقى كده اول حاجه نقولها لقب بالملك المحسن المحبوب. ليه لقبت بالملك المحسن المحبوب؟ هقول لك لانه كان عادلا مع رعيه. بس كده؟ قال لك لا، الراجل ده راح يعمل ايه؟ قال لك راح يعمل بقى هيجيب حاجات من بره اللي هي التجاره، وهيبدا يامن حدود مصر اللي هو الجيش. يعني معنى كده برضو ان هو اهتم بالناس كاجتماع واهتم بالسياسه واهتم بالاقتصاد اللي هي التجاره. عملت ايه يا استاذ؟ قال لك عمل حاجتين. الحاجه الاولانيه قال لك بعت 40 سفينه الى بلاد فينيقيا. بعت 40 سفينه تعملوا ايه؟ قال لك لجلب الاخشاب اللي كانت ناقصه في مصر، لان مصر ما كانش فيها اخشاب كتير وفينيقيا كانت مليانه. جاب خشب ايه؟ قال لك خشب اسمه خشب الارز. طب هو جايب خشب الارز ليه؟ قال لك عشان يبني بيها سفن. تمام. طيب بس كده؟ قال لك لا، ده راح بعت حمله الى جنوب مصر، حمله جيش. ليه بعت حمله الى جنوب مصر؟ قال لك عشان يامن حدود مصر الايه؟ الجنوبيه. يبقى الراجل ده عمل اول حاجه بعت كام؟ قال لك 40 سفينه. يعملوا ايه؟ قال لك لجلب خشب الارز. طيب رقم 2 راح بعت ايه؟ قال لك حمله الى الجنوب. طب عشان تعمل ايه الحمله دي؟ قال لك لتامين حدود مصر الجنوبيه. الله ينور عليك، كان راجل محترم. خلصنا. بعد ما مات مين اللي يمسك من بعده؟
بعده؟ قال لك الملك خوفو اللي هو ابنه على طول يجي من بعده. الراجل ده انا ليه جبت الثلاثه ورا بعض؟ قال لك لان الثلاثه دول هما اللي راحوا بينه الايه؟ الاهرامات الضخمه. قال لك خوفو، خفرع، منكورع. خوفو خفرع وايه؟ ومنكورع. مين اكبر هرم؟ قال لك الراجل خوفو ده اهو ابن الملك سنفرو، يعني جه في الاسره كام برضه؟ قال لك الرابع. نفس الكلام. عملت ايه؟ قال لك بنى الهرم الاكبر اللي هو يعتبر من عجائب الدنيا الايه؟ السبعه. طب الهرم ده مبني فين؟ قال لك مبني فوق هضبه الجيزه. يبقى هو مبني على هضبه اسمها هضبه الايه؟ الجيزه. ده يعد من عجائب الدنيا الكام؟ السبعه. ده مش بس كده، ده قال لك عمل زي ابوه واهتم بالايه؟ بالتجاره. يبقى نقول تاني، نرجع تاني عشان خاطر نشوف الهرم ده اتبنى ازاي. تمام؟ احنا عندنا معلومات وما عندناش معلومات في نفس الوقت. يبقى انا عندي الملك اسمه الملك راح بنى الهرم الاكبر من عجائب الدنيا السبع، يعد اضخم هرم اتعمل اصلا في التاريخ من عجائب الدنيا السبع، محدش عارف يعمل زيه. اقول لكم ليه؟ نعتبر ان ده الهرم ده اهو اتبنى بطريقه عجيبه احنا لحد الان ما نعرفهاش. طب عرفناه ازاي؟ طبعا اتكلمنا عنه الحصه اللي فاتت، ولكن ما فيش مشكله كانت في ناس غايبه. نقول تاني، قال لك يعتبر من عجائب الدنيا السبع. ليه؟ قال لك لان موجود تحت دي القاعده دي اقل حجر فيها 15 طن. تمام؟ يعني معنى كده كبيره ضخمه جدا جدا. يعني ده الحجر القاعده تحت. طب فوق قال لك اقل حجر فوق موجود 2 طن. قال لا، يعني ما حدش يقدر يشيله اصلا. طيب في كم حجر في الهرم؟ قال لك الهرم ده مبني بحوالي 2,300,000 حجر. يا نهار ابيض، كتير جدا. بعض العلماء لما بيجوا يتكلموا عن الهرم بيمدحوا فيه لدرجه ان هم بيقول لك ايه يا محمد؟ ان لو الاحجار دي اخدناها وقطعناها الى قطع طوب صغير هنعمل سور بيلف حوالين الكره الارضيه. سور، لا مش عايز سور يلف الكره الارضيه كله. انت شفت وصلت لفين؟ وصلت عظمته لفين؟ تمام. طيب الهرم ده معمول ازاي؟ قال لك ان في تحت هنا حجره دفن اللي تحت، وفي فوق حجره دفن، بالاضافه ان في عده حجرات فوق خالص. طب احنا عرفنا ان ده بتاع الملك خوفو ازاي؟ لقينا اسمه هنا؟ لا. لقينا اسمه هنا؟ لا. لقينا اسمه هنا خرطوشه للملك مكتوب اسمه خوفو. هل لقينا جثه؟ لا. هل لقينا حاجه؟ لا. هل لقينا محتاجه؟ لا. ولا اي شيء غير اسم الملك خوفو فقط لا غير. عشان كده بنطلق عليه هرم الملك مين؟ خوفو، ونسب اليه لان احنا ما نعرفش حاجه غير هي برديه لقيناها جوه الهرم. بتقول ايه؟ قال لك جابت اسماء الملوك وجابته اتبنى في قد ايه؟ الهرم اتبنى في 20 سنه، وجابت اسماء العمال، جابت اسماء العمال مش اسماء الملوك. تمام؟ واللي كانوا موجودين وكم عامل اشتغل وهكذا. ولكن طريقه بناء الهرم اتبنى ازاي؟ ما نعرفش لسه لحد الان، ما وصلناش لمعلومه البناء. قال لك بعد كده، قال لك التجاره. ابوه عمل تجاره مع مين؟ مع فينيقيا. نفس الكلام خوفو راح عمل تجاره معاه، يبقى ازدهرت التجاره برضه في عهده زيه زي ابوه. طب نروح على اللي بعده. قال لك الملك خفرع ابن الملك خوفو. انت عملت ايه يا خفرع؟ قال لك هعمل زي ابويا هرم، ولكن ده الهرم الاوسط مش الهرم الاكبر. قال لك جنب او قدام الهرم الاوسط كده بنيجي نبص نلاقي حاجه اسمها ابو الهول، ولو يكن ده ابو الهول. هو الوش اللي بايظ ما تنصبوش. ما علينا. ابو الهول ده لما ترسم الراجل كان عنده فكر. الراجل ده لما بنى ابو الهول بناه بطريقه عجيبه. ايه الطريقه العجيبه؟ قال لك ان الاسم او الجسم جسم اسد، والوش وش انسان، وده بيدل على عظمه بقى في النحت. يا ولد انت نحت ده منحوت. كان في جبل كده هناك او هضبه كبيره، هم نحتوا الهضبه دي وسابوا ده، فضلوا يكسروا شالوا اللي هم مش عايزينه وسابوا ده اسمه نحت. هو اللي نحت ولا جاب عمال؟ خلاص طبعا جاب عمال، مهندسين اللي كانوا بيعملوا كده. ده مش بس ده قال لك ان الجسم الاسد بيدل على القوه، وراس الانسان بتدل على الحكمه. يبقى الجسم جسم اسد بيدل على القوه، والانسان قال لك راس الانسان يدل على العقل والحكمه. يا سلام عليك، ده تفكير. ده مش بس كده، ده قال لك ان هو امر بنحت التمثال ده، وكمان نحتوا له تمثال في اصعب الاحجار اللي ما كانتش بيتنحت فيها اصلا. لو كان بينضرب فيها اي حاجه ما كانوش بيعرفوا. عشان كده يقول لك وصل في عهده الفن
الفن لاعلى قمه اللي هو فن النحت. ليه؟ قال لك لانهم عملوا تمثال للملك خوفو من حاجه اسمها الديروت الاسود. لغايه دلوقتي؟ دي احجار ما حدش بيقدر يكسرها خالص، يعني موجوده لغايه دلوقتي. خلاص. يبقى هم عملوا تمثال من الايه؟ من الديروت الايه؟ الاسود. عملوه نحتوه قلبه. طيب عايزين نعرف التمثال ده فين؟ لو اي حد شاف 10 جنيه قديمه هنلاقي على 10 جنيه في موجود قدام هتلاقوا مسجد، ورا هتلاقوا تمثال، هو ده تمثال خوف. يبقى نقول هنا تاني: امر بنحت تمثال ابو الهول. ده مش بس كده، ده قال لك وصل فن النحت في عهده الى الابرز. ليه؟ لانهم قدروا ينحتوا على الديروت الاسود، وده اصعب حاجه. بعد كده نروح على الملك منكورة. منكورة ده هو ابن الملك خوف. كلهم طبعا جم في الاسره الرابعه. اكتر من اني هقول ان هو ما بناش غير الهرم الصغير. يبقى ده اهو بنى الهرم الاكبر، ده الهرم الاوسط، وده الهرم الصغير اهو. طيب بعد كده عايزين نقول معلومه صغيره يمكن تفكوا في اي حاجه. منطقه الجيزه اللي اتبنى فيها الاهرامات الثلاثه ما فيهاش هرم واحد او اثنين او ثلاثه، ما فيهاش ثلاثه، لا ده فيها 11 هرم. في منهم الكبير، في منهم الصغير، في منهم الوسط، في منهم الكبير. موجود 11 هرم. يعني جنب الهرم الكبير لوحده هتلاقوا هرمات كتيره جدا جنب الهرم الكبير بس. 4 و4 8 بالاضافه للثلاثه التانيين، يعني 11 هرم بالظبط. 11 هرم موجودين في الجيزه بس في منطقه الجيزه. وبعد كده عندك بقى منطقه دهشور، وبعد كده عندنا منطقه سقاره اللي موجود فيها هرم مين؟ هرم زوسر المدرج. خلاص نخش على اللي بعده. قال لك بعد الاسره الرابعه المفروض هبدا بالاسره الكام؟ الخامسه. ولكن بتحصل عندي مشكله. مشكله ايه؟ في ناس بقى ظهرت ودي نهايه الاسره الرابعه. من الناس اللي ظهرت دي قال لك احنا مش عايزين نخلي ملوك الاسره الرابعه اللي موجودين يحكموا، فظهر عندي الكهنه. مين الكهنه دول؟ قال لك دول اللي كانوا موجودين في المعابد وكانوا اللي بيعملوه. قال لك دول بيتعبدوا بقى للناس وللالهه. دول الكهنه اللي بيتعبدوا في المعابد. ظهر كبير الكهنه اللي كان موجود ما كانش بيعبد ابوه، ده كان بيعبد رع. الله، رع اللي هو اله الشمس. طيب يا عم اوسركا انت عايز تعمل ايه؟ كان اسمه اوسركا. عايز تعمل ايه؟ قال لك انا هزود نفوذي شويه واشيل الاسره الرابعه دي خالص واجي احكم انا مكانها واعمل اسره جديده واسميها اسره خمسه بكده اوسركا. يبقى كده لما اسال سؤال واقول كيف انتهت الاسره الرابعه هقوم قايل بزياده نفوذ كهنه الاله رع. زيادة نفوذ كهنة مين؟ مين بقى كهنة الإهراع؟ قال لك كان أهم واحد فيهم أو الكبير بتاعهم كان اسمه أوسركاف. ده اللي أسس الأسرة الخمس. يجي أوسركاف ويحكم مصر. قال لك أنا خلاص قضيت على الأسرة الرابعة. طب إيه يا أوسركاف؟ هتعمل زيهم أهرامات؟ قال لك لا يا باشا، أنا مش زي حد، ده أنا هعمل أهم حاجتين اتعرفوا في التاريخ. قال لك إيه؟ هعمل حاجة اسمها معابد الشمس المكشوفة. إذا استنى بقى هنا السؤال، هو ليه عمل معابد شمس وكان مكشوفه؟ ما لهاش سقف. عشان الشمس تدخل لها، على اساس بقى ان الاله بتاعهم الشمس يدخل وكده. ده مش بس كده، ده قال لك هنعمل حاجه اسمها مسلات ضخمه. ايه المسلات الضخمه دي؟ مسله حاجه كبيره كده ومكتوب عليها اعمال الملوك. يبقى الراجل ده اهو جه في الاسره الكام؟ اهو معين اسس الاسره الخامسه. عمل اهرامات ولا عمل مع؟ قال لك عمل حاجتين مختلفتين، معابد الشمس المكشوفه ومسلات ايه؟ ضخمه. يبقى ده اوسركاف جه في الاسره الكام؟ الخامسه. هو ومين؟ قال لك هو واحد اسمه اوناس جه في الاسره الخامسه برضه زيهم. طب هو انا ليه جبت اوناس؟ مش انا بجيب اشهر الملوك اللي حكمت؟ قال لك فاكرين حاجه كانت موجوده على الاهرامات جوه وتتكتب كان اسمها نصوص الايه؟ الاهرامات او متون الاهرام. قال لك اللي اوناس هو اول واحد كتب نصوص الاهرام. طب انت بتكتبها ليه يا اوناس؟ قال لك عشان خاطر تدخل البهجه والسرور على المتوفي، على اساس بقى ان هو هيعمل ايه؟ ان هو هيصحى بقى يلاقي الكتاب، لقوا الكتابات اللي موجوده عشان خاطر تزود بقى سرور وبهجه عنده. يا سلام. يبقى كده لما اقول اوناس عمل ايه؟ اقوم قايل اول من كتب نصوص الايه؟ الاهرام داخل الهرم. طيب عايز اسال سؤال، هي ايه اهميه نصوص الاهرامات بس بالنسبه لنا مش بالنسبه لهم؟ هي نصوص الاهرامات دي عرفتنا حاجه؟ قال لك دي قدرت ان هي تعرفنا عن المعتقدات الدينيه بتاع المصريين القدماء. يبقى هم قايل امدتنا بالكثير عن المعتقدات الدينيه بتاع المصريين مين؟ القدماء، اللي هو الالهه اللي كانت موجوده وازاي كانوا بيعبدوا وبيتعبدوا ليها. تمام؟ يبقى عرفتنا حاجات كتير.
يبقى كده هل نصوص الاهرام اهميه بالنسبه لنا وبالنسبه لهم؟ طبعا. تمام. بعد كده يجي بقى واحد من اهم الملوك اللي حصلت في عهده مشكله، بيبي الثاني. بيبي الثاني هو اللي جه في الاسره الكام؟ معلومات صغيره عنه في السريع. قال لك بيبي الثاني ده كان خامس ملوك الاسره الثانيه. جه في عهده مين؟ قال لك حصلت في عهده مشاكل ضخمه جدا. طب هم ليه سموه بيبي الثاني؟ الراجل ده اهو بعض الاقاويل بتقول ان هو حكم من هو عنده 6 سنوات، ولقوا كده حجر موجود عليه بيقول ان بيبي الثاني حكم لحد تقريبا يعني اكتر من 90 سنه. من هو عنده 6 سنوات يعني معنى كده انه عاش 96 سنة كتير. ما الناس زمان كانت بتعيش كتير. يبقى كده بيبي الثاني ده اهو جه في الاسره الكام؟ السادسه. قال لك للاسف حصلت في عهده مشاكل. ازاي؟ قال لك ان بيبي الثاني هنا جه في عهده اول ثوره اجتماعيه. يعني ايه ثوره اجتماعيه؟ الناس زهقت. ليه؟ لان حصل ان ما كانش في احترام للملك، فكانوا حكام الاقاليم كانوا عايزين يحكموا البلاد، يبقى زياده نفوذ حكام مين؟ الاقاليم. ده ثاني حاجه. قال لك سقوط الحكومه المركزيه. الحكومه المركزيه دي اللي كانت مسؤوله عن كل حاجه. قال لك كان مسؤوله عن المشروعات وكان مسؤوله عن البلاد، اداره البلاد وحكمها. الحكومه المركزيه قال لك سقطت. يعني معنى كده لما تسقط هل هيفضل مشروعات تتعمل؟ لا. يبقى عندي 3 حاجات بتخلي الدوله القادمه دي كلها تسقط. ايه اسباب سقوطها؟ 1 زياده نفوذ حكام الاقاليم، دي 1. 2 قال لك ضعف السلطه المركزيه. 3 يعني السلطه المركزيه ضعفت خلاص ما عادش تعمل. طب لما تضعف السلطه المركزيه هل المشروعات هتتعمل؟ قال لك لا. توقف الحكومه المركزيه عن استكمال المشروع. يبقى الثالثه توقف الحكومه عن تنفيذ المشروعات اللي كانت موجوده. يا سلام، دول اسباب سقوط الضعف. قال لك للاسف لما مصر ضعفت هيجي ناس تحكم مصر. ناس منين؟ قال لك ناس بقى. هو انا دلوقتي شايف ان مصر ضعيف ويا ابني ما عادش في اي حاكم موجود، ولا عاد في جيش، ولا عاد في حكومه مركزيه. نعمل ايه؟ قال لك في اطماع خارجيه. اطماع خارجيه. ولو يكن دي مصر ودي سيناء، الناس هتيجي من هنا. مين بقى اللي بيجي؟ قال لك ناس بتيجي من اسيا وجايين عشان يحتلوا مصر. مين هم؟ قال لك الاسيويين. الاسيويين لما عرفوا ان مصر ضعيفه جم احتلوا مصر. طب قعدوا فيها كام او قعدوا فيها قد ايه؟ قال لك ان هم قعدوا فيها حوالي كام اسره. نبدا نشوف. قال لك اللي ظهر عندي بعد بيبي الثاني ما خلاص الموضوع انتهى، فظهر عندي عصر جديد اسمه عصر الضعف الأول، أو في مقولة أخرى عصر الإضمحلال الأول. كلمة اضمحلال يعني البلد فيها إيه اللي حصل لها؟ ضعفت وانهارت، خربت. طيب بيجي الأسرة الكام؟ قال لك بعد الستة، السبعة، الثامنة، التاسعة، العشر. يا نهار أبيض، 4 أسرات. 4 أسرات. الناس جت احتلتنا. مين بقى اللي احتلونا؟ قال لك ناس اسمهم الآسيويين. جم احتلوا مصر عن طريق سيناء ودخلوا وأسسوا أسرتين اللي هي الأسرة السابعة والأسرة الكام؟ يعني هم أسسوا الاثنين دول. نسكت؟ قال لك لا، ده ظهر ناس دي ظهرت من بني سويف اسمهم أسرة أهناسيا. أسرة أهناسيا دي لما ظهرت قال لك إن هي قدرت إن هي تطرد الآسيويين اللي هم أسسوا الأسرتين السبعة والثامنة وأسسوا لنفسهم أسرتين جداد اللي هي التاسعة والعشرة. يعني أسرة أهناسيا هي اللي عملت كده. طب بعد ما أسرة أهناسيا حكمت قال لك بقى يجي الدور على ملوك طيبة يظهروا مرة تانية. ملوك طيبة دول اللي هم مين؟ قال لك دول ظهروا بقى في عصر جديد سمي بعصر الدولة الوسطى اللي هي في الأسرة الكام؟ 11. قال لك دول بيطلعوا على أسرة أهناسيا بيرنوها علقة مظبوطة ويقول لهم بس دي بلدنا ويرجعوا الحكم تاني. طب عصر الدولة الوسطى ده هندرسه إن شاء الله في الدرس الثاني. قال لك عصر الدولة الوسطى في الأسرة 11 والأسرة 12. أسرتين 2 هندرس فيهم 3 ملوك. عندي 3 خصائص موجودين في العصر ده. احنا عرفنا مين اللي جه احتلها ومين اللي طلعهم وبعد كده مين اللي جه. عندي بقى 3 حاجات لازم اكون عارفهم في العصر ده. اول حاجه قال لك تعرضت البلاد الى الانقسام الغارات الخارجيين اللي هم اسيويين. يبقى في ناس جت احتلت مصر اللي هم غارات الخارجيين، يبقى مصر انقسمت، تعرضت للانقسام. طب تاني حاجه قال لك توقفت
خلال تلك الفتره عجله البناء والتطوير. يبقى عجله البناء هم كانوا بيبنوا مشروعات وبيعملوا، هتفضل شغاله ولا هتقف؟ هتقف. الاخيره قال لك استمرت الاحوال كما هي الى ان ظهرت الاسره الكام؟ ال11، وعادت مصر مره اخرى قويه في عصر الدوله الايه؟ الوسطى، ويبداوا يعملوا بقى مشروعات واقتصاد. يبقى هنا هم قايل في عصر الاضمحلال الاول رقم 1 تعرضت مصر الى غارات الخارجيين اللي هم الناس اللي جايه من بره، وانقسمت مصر. حلوه. يعني ايه غارات؟ غارات دي يعني بداوا يبعتوا حملات على مصر عشان يحتلوها. خلاص. طيب رقم 2 قال لك توقفت حركه البناء والتطوير خلال العصر ده. ثم اخر حاجه استمرت الاحوال كما هي لحد ما ظهرت الاسره الكام؟ 11. استمرت الاحوال كما هي لحد ما ظهرت الاسره الكام؟ 11. اللي هي راحت عملت عصر جديد سميها بعصر الدوله، ورجعت مصر تاني قويه زي ما كانت. تعالى بقى نروح على اخر حاجه في درسنا، وهي علاقه مصر بافريقيا. ما عادش غيرها. عايز اعرف ايه علاقه مصر اللي موجوده فوق بقاره افريقيا. فاكرين مين اللي راح عمل 4 رحلات تجاريه؟ مين؟ ايه؟ هو اللي راح عمل 4 رحلات في مصر. طيب مين تاني من الملوك؟ محدش. صح؟ لا ما عادش. محدش. مفيش غير نخاوي التاني، وده جه في الاسره 26. هو انا درست الاسره 26؟ لا. انا عايز اعرف مين اللي جه في عصر الدوله القديمه. قال لك ان علاقه مصر وافريقيا كانت علاقه مهمه جدا، بس انا عايز في عصر الدوله القديمه. قال لك مين اللي ظهر؟ عندي 3 حاجات. الاولى اكتشفوا قاره افريقيا، الثانيه تامين الحدود الجنوبيه، الثالثه فتح طريق تجاره مع شعوب القاره. يعني عملوا او فتحوا طريق تجاره مع الشعوب الاخرى اللي موجوده في قاره مين؟ افريقيا. لما تيجي نشوف من حيث ايه؟ قال لك في عصر الاسره الخامسه والسادسه ظهر الرحاله حرمين اللي راح عمل 4 رحلات تجاريه عشان يكتشف قاره مين؟ يبقى هو كان راح تجاره واكتشاف. ادي حير خوف. قال لك بعد كده الصداقه والتبادل التجاري اللي كان ما بين القاره ما بين مصر وبقيه القاره ساعد على 3 حاجات. اول حاجه ان ياخدوا مننا بعض العبادات. اخدوا مننا عباده ايه؟ قال لك الاله حورس. حورس اللي هو الصقر. حورس ده جه نتاج مين؟ قال لك ده ابن ايزيس واوزوريس. بعد ما جمعت اخدوا مننا برضه عادات وتقاليد زي التحنيط. قال لك التحنيط ده اخدوه مننا. طب مين اللي اخدوه؟ قال لك الكونغو. الكونغو اللي اخد الكلام ده. طب اخدته ليه؟ قال لك علشان خاطر يحنطوا بيه الامير بتاعهم اللي هو امير مين؟ الكونغو. اخر حاجه اخدوا مننا الالات الموسيقيه الايه؟ المصريه. وبكده يكون الدرس خلص، ومش عايز حد يقوم من مكانه عشان خاطر اقول لكم على الواجب.